5 مدن صد رد هقول لكم ازاي تروحوهم من القاهره. هاخدكم في رحله كامله بكل التفاصيل والاسعار. هقول لكم ايه الحاجات اللي ممكن تعملوها في كل مدينه فيهم في يوم واحد بس. يلا بينا نروح السخنه، الفيوم، بورسعيد، اسماعيليه واسكندريه. ولو ما تعرفونيش انا ميار، بحب السفر جدا واشتغلت سنين في مجال السياحه والفنادق، وهدفي من القناه دي ان انا اعرفكم ازاي تسافروا لوحدكم من غير اي شركه سياحه وتعرفوا كل الاسعار والتفاصيل. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تدعموني في رحلتي. اول واحلى مكان ممكن تروحوا صد رد في الصيف هو السخنه حوالي ساعه ونص او ساعتين من القاهره، والطريقه الوحيده ان انتوا تروحوا الاماكن دي هتكون بالعربيه. اول مكان وبالنسبه لي احلى واحد فيهم هو فينز. البيتش بتاعه كبير جدا ورملي لان هم عاملينه عشان الكايت سيرفينج. المكان اكله تحفه، انا اكلته في اماكن كتيره جدا في السخنه، بس فعلا المكان ده الاكل بتاعه لذيذ جدا. عندهم ريستورانت حلوه قوي على البحر على طول، بيقدم كل انواع الاكل والمنيو بتاعتهم كبيره جدا. فينز في حاجه ما شفتهاش في اي مكان قبل كده، وهو الترانسبيرنت بول بتاعهم. وكمان عندهم العاب ممكن تلعبوها في البيتش بار بتاعهم زي البينج بونج والعاب كتيره اي ممكن تنفع للاطفال. وكمان لاي حد نفسه يعمل كايت سيرفينج ومستبعد ان هو يروح لحد الجونه او في سينا، هتبقى سهله قوي ان انتوا تتعلموا كايت سيرفينج لان هو بالظبط ساعه ونص من القاهره. وتقدروا تستخدموا اللوكرز بتاعتهم والحمامات، ورسوم الدخول بتبتدي من 1000 جنيه للشخص، بس ده من غير الاكل. واكتبوا لي في الكومنتس لو عايزين يبعت لكم صفحه الحجز بتاعهم. تاني مكان موجود في اول السخنه وهو الجبال. سعر الدخول برضو ب1000 جنيه، ومعظم الحاجات اللي هقولها لكم في السخنه بتبقى بنفس السعر. فاتح جوه جابيز، وده مطعم معروف هتلاقوه في اماكن كتير في القاهره، بس صراحه ما عجبنيش اكله قوي هناك. كان احلى حاجه تقريبا الفطير. بس ميزه الشاطئ ده انه كله سي شيلز، وانا الصراحه بحب اجمعهم جدا. المكان برضو لذيذ قوي، بس مساحته مش كبيره قوي زي فينز، وفي بول لذيذ، بس للاسف اللي بيكونوا داخلين دايوز ملهمش ان هم يستخدموا البول. ثالث مكان هو دايرة، وده يعتبر كامب مش زي بقية الأماكن. أكله بصراحة كان حلو جدا، بس مشكلته الوحيدة بالنسبة لي إن الشاطئ بتاعه كان صخري، فلو هتروحوا هاتوا معاكم جزمة بحر. لو عايزين مكان بحر برضو بس يكون أرخص شوية من السخنة، فطبعا هنروح اسكندرية. احلى الحاجات اللي ممكن تعملوها هناك هي ان انتوا تحضروا عرض الصوت والضوء اللي بيعملوه في قلعة قايتباي. العرض بجد خطير وبيحكي عن حكاية اسكندرية من اول الفراعنة لحد دلوقتي. العرض بيكون ب150 جنيه، وفي ميعادين 8:30 و9:30. تقدروا تشتروا التيكت من البوابة اللي قدام القلعة. وما ينفعش تكونوا في اسكندرية وما تعدوش على حديقة المنتزه. الحديقة اتعمل لها تجديد خطير الفترة الأخيرة، وهي من أحلى الأماكن اللي في اسكندرية وأحلى الشواطئ موجودة فيها. الحديقة مليانة قصور وأماكن خضراء ومناظر طبيعية حلوة جدا، وبحرها هادي جدا مش زي بقية بحر اسكندرية خالص. وسعر الدخول 50 جنيه للمصريين. أكتر الأماكن اللي مفيش ناس كتير بتحكي عنها في اسكندرية هو متحف المجوهرات الملكية. المتحف بيتعرض فيه مجوهرات قيمة جدا بترجع للأسر الملكية من أول سنة 1805، ومنها تحف نادرة جدا ترجع لحكم محمد علي ولحد حكم الملك فاروق. القصر مصمم على الطراز الإيطالي، ومن أكتر الحاجات اللي شدتني فيه هو جمال السقف والتصميمات الإيطالية اللي موجودة في كل حتة في القصر. حتى الحمامات القديمة سايبينها زي ما هي، شكلها بجد خطير ومختلف جدا عن أي مكان تاني دخلته في حياتي. كمان التيكت بتاعة المتحف رمزية جدا، للمصريين ب20 جنيه وللأجانب ب220 جنيه. وبالنسبة لي من ضمن الحاجات الأثرية اللي لازم تشوفوها هو مطعم ديليسيوس مطعم وكافيه في نفس الوقت، بيقدم أكل وحلويات خطيرة بجد. أنا كل ما أروح بفضل واقفة قدام التلاجة مش أقل من نص ساعة بحاول أختار، ومش بعرف أختار في الآخر. الحلويات عندهم حجمها كبير جدا وأسعارها لذيذة جدا، وكلهم طعمهم تحفة. بيقدم فطار وغدا وعشاء، وبجد حاجة لازم تعدوا عليها قبل ما تمشوا أو انتوا رايحين لاسكندرية. الفيوم من أقرب وأجمل الأماكن القريبة جدا من القاهرة، حوالي ساعة ونص أو ساعتين في طريق محاط ببحيرة قارون وأراضي زراعية جميلة جدا. الفيوم كمان مليانة أنشطة وأكتيفيتيز كتيرة جدا ممكن تعملوها، بس أهم حاجة أول ما تروحوا تعدوا على قرية تونس أو تونس فيليج.
هتتمشوا هناك وتتفرجوا على البيوت ومحلات الفخار، وبعدها هتطلعوا على كوم الدكه، وده فندق فيه مطعم بيبيعوا فيه احلى فطير، وكمان في مزرعه موجود فيها اكتيفيتيز زي ان انتوا تتعلموا تعملوا فخار، ممكن تقطفوا الخضار والفاكهه من المزرعه بتاعتهم وكمان تشتروهم. واكتر حاجه عجبتني هناك هي تعليم الزراعه، وتعلمنا ازاي نزرع نعناع وريحان. وبعدها هتطلعوا على مطعم اسمه ايبس كوكينج سكول، لازم تحجزوا فيه لانه مشهور جدا علشان اكله بجد تحفه. اصحاب المطعم شيفs سويسريين فتحوا مدرسه طبخ والمطعم ده وعايشوا في الفيوم. واخر حاجه وقت غروب الشمس هتروحوا بحيره قارون، هتأجروا مركب وتتفرجوا على حلاوه البحيره. رابع مدينه واروق واحده فيهم هي اسماعيليه. اول حاجه عملناها ان احنا رحنا الحي الافرنجي. الحي ده بيميزوا البيوت والفلل بتاعته، وده عشان زمان قوي الفرنسيين وهم بيعملوا قناة السويس كانوا بيعملوا بيوت لنفسهم على الطراز الانجليزي واليوناني. واول ما تخشوا النيبرهود دي او الحي ده هتحسوا براحة نفسية رهيبة، هتحسوا ان انتوا مش في مصر خالص. البيوت كلها شكلها لذيذ جدا، المنطقة نفسها هادية وكلها شجر والناس كلها رايقة جدا. تاني حاجة عملناها ان احنا رحنا بحيرة التمساح. البحيرة دي منها تقدر تشوف السفن الكبيرة قوي اللي بتعدي من قناة السويس، فطبعا المنظر خطير ان انت تقدر تشوف الحاجات دي من بيت او من بلكونة او من اوتيل. في طبعا اوتيلات كتيرة قوي انتوا ممكن تروحوا تقعدوا فيها هناك لو انتوا عايزين تقضوا اكتر من يوم في اسماعيلية. وعايزة اقول لكم لو انتوا مش رايحين بعربية ده عادي خالص، انتوا فعلا ممكن تمشوا من مكان لمكان. يعني مثلا المكان من الحي الافرنجي لبحيره التمساح كان قريب جدا، فما تقلقوش خالص لو انتوا مش معاكوا عربيه وانتوا في اسماعيليه، لان كل حاجه قريبه من كل حاجه. تالت مكان رحنا عليه وحاولنا نظبطها قوي ان احنا نروح ساعة غروب الشمس، لانه بجد كان خطير، كان المنظر مش طبيعي، وهو الكوبري اللي موجود في شارع الجمهورية. الكوبري ده عامل زي كأنه كورنيش او زي كوبري الجامعة اللي في القاهرة او اي كوبري من الكباري اللي عندنا، الناس قاعدة فيه بتتشل بتتفرج على البحيرة. بس احلى حاجة فيه ان انتوا هتقعدوا بتتفرجوا على الصيادين وهم قاعدين بيصطادوا مع غروب الشمس. فبصراحة كان المنظر لذيذ قوي، وقلنا نستغل المنظر ده ونروح ناكل احلى محل سمك هناك وهو برضو بيطل على البحيرة، اسمه الفنار. طبعا اللي عارفني عارف ان انا ماليش قوي في السمك، بس بصراحة المكان ده كان السمك بتاعه خطير خطير، كان بجد حلو قوي وفريش جدا، وكمان عندهم اوبشنز كتير. يعني انتوا لما بتحبوش السمك ممكن تاكلوا ايطاليان، واسعاره كمان لذيذة جدا. وساعتين ونص من القاهرة تلاقوا نفسكم في بورسعيد. اول حاجة هتعملوها هناك هتاخدوا المعدية اللي ببلاش وهتروحوا على بور فؤاد. هناك هتتمشوا لحد الحي الافرنجي، وده حي بنوه الفرنسيين لما كانوا موجودين وقت قناة السويس. البيوت هناك المعمار بتاعها شكله خطير، شبه اللي كنت بحكي لكم عليه في اسماعيليه بس مختلف شويه. وبعدها هترجعوا تاني على بورسعيد، وبعدها هتروحوا على الشارع اللي فيه علوش، والشارع ده معروف ان هو فيه اماكن كتير جدا بتبيع شوكولاته وقهوه وحاجات كتيره قوي باسعار رخيصه جدا. معظمهم بيكونوا مستوردين لان بورسعيد تعتبر مدينة ما فيهاش جمارك. وتالت حاجة هتروحوا حديقة فريال، اتبنت في عصر خديوي اسماعيل وبرضه دخولها ببلاش. وانتوا هناك ما ينفعش ما تجربوش جلال كوفي، وده محل بيعمل قهوة وانواع كتيرة قوي من المشروبات، بس معروف جدا لانه هو واخد نفس الستايل بتاع ستاربكس. وبكده ابقى خدتكم في 5 مدن ممكن تروحوهم صد رد، منهم اللي كان سعره غالي شوية ومنهم اللي كان يعتبر ببلاش زي بورسعيد. كل المدن اللي قلتلكوا عليها ما عدا العين السخنة ممكن تروحوها بباص زي جو باص او بلو باص. ويا رب اكون فدتكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان ما يفوتكوش الفيديوهات اللي جاية واحلى اماكن في كل حتة في العالم.